صلى على النبي. ده الجزء الخامس من أكلي لحوم البشر. لو ما شفتش باقي الأجزاء هتلاقيهم في صندوق الوصف. فيلمنا بيبدأ في مدينة فرليك، واللي كانت بتتميز بتاريخها الأسود، لأن في القرن ال18 اختفى سكان المدينة كلهم فجأة، وما فضلش منهم أي حد ولا حتى جثث تثبت اللي حصل لهم. وفي وقتنا الحالي بتشكل المدينة دي مكان جذاب للشباب من كل حتة، بسبب إنه بيحصل فيها سنوية مهرجان تنكري، وبيلبس فيه الشباب أقنعة ولبس مرعب وبيخوفوا بعض، وبيشربوا خمر ومخدرات، وبيعملوا كل حاجة حرام حرفيا. وبنبدأ مع شلتنا اللي كانت ماشية في الطريق للمهرجان دي، بس كانوا قاعدين يخيموا في الغابة ويريحوا شوية. والشلة دي كانت بتتكون من بيلي وصاحبته كروس وجيس وصاحبته ليتي والواد جوليان، وما كانش معاه أصحاب، وكانوا جايبين معاهم مخدرات وحشيش وحاجات ممنوعة وكل حاجة حرام عشان يروقوا على نفسهم. وبيصحوا الصبح يقعدوا يفطروا عشان يكملوا رحلتهم للمدينة. وفي المدينة كان عندنا المذيعة ويبر اللي كانت بتصور برنامج تلفزيوني عن الأحداث اللي حاصلة، وإن الشباب بيجوا للمدينة من كل حتة عشان يعملوا كل حاجة حرام في المهرجان السنوي دي. وبعد ما بتخلص التقرير بتاعي بتقول للمصور إنها تروح الغابة تجري شوية وتغير جو، واثناء ما هي في الغابه بيطلع عليها واحد من الخنازير، فبتقول لي امشي من هنا، وبتكون فاكره انه واحد من الشباب بتوع المهرجان ومتنكر بالشكل ده عشان يخوفها، ولكنه بيقرب منها تاني وبيقطع ايدها، فبتبدا تصرخ وتجري بعيد عن الخنزير دي. وبيقابلها راجل عجوز اسمه رينارد بيقول لها تعالي انا هساعدك، لكن فجاه بيطلع فاسه وبيقسم بطنها وبيقتلها. بعدها بيأمر الخنازير الثلاثه اللي الواضح انهم شغالين عنده بانهم يشيلوا جثتها ويودوها للمخبأ بتاعها، ولكن رينارد بيزعج الخنازير بسبب انهم سابوا المحفظه بتاعت المذيعه في الارض، وبيقول لهم كده انتوا هتتمسكوا، والمفروض اننا نخفي الجثه وما يكونش ليها اي اثر، وبالتالي محدش هيوصلنا، ولكن باللي انتوا بتعملوه ده مش هنقعد كتير والشرطه هتمسكني. وبعدها بنشوف الضابط كارتر وزميلها اللي كانوا متجهين للمدينه عشان وراهم يوم طويل جدا بسبب المصايب اللي بيعملوها الشباب وهم سكرانين في المهرجان. وبما اننا جبنا سيره الشباب السكرانين، فشله بيلي واصحابه بيقرروا انهم يتحركوا للمدينه وبيركبوا عربيتهم فعلا وبيكونوا متحمسين جدا. ولكن فجاه بيظهر رينارد اللي شغال مع الخنازير قدام عربيتهم، وبيحاول بيلي يفاديه وبيتخبط في الشجره، فبينزل هو واصحابه من العربيه وبيلاقي رينارد مرمي على الارض، مع ان بيلي بيعد عنه ما خبطوش اصلا، فبيقربوا منه عشان يشوفوه، ولكنه بيمسك سكينه وبيعور بيلي بيه، فبيبدا بيلي وجاس وجوليان يضربوا فيه برجليهم. وكانت الخنازير مستخبيه في الشجر وخلاص هتهجم عليهم، ولكن لحسن الحظ بتاع الشباب الشرطيه كارتر بتعدي من عليهم وتقبض على الشباب بسبب اللي عملوه في الراجل، وكمان كميه المخدرات الضخمه اللي كانت معاهم. وبرضه اتقبض على الراجل لانه جرح بيلي بسكينه، وبيقول لزميلها استنى عند العربيه لحد لما يجي الونش وياخدها، وبتمشي بعد ما قبضت على رينالد وشله الشباب. وبيكون زميل الضابط كارتر واقف لوحده مع العربيه، وبيقربوا منه الخنازير واحده واحده. هو بيفتكر الناس لابسين اقنع علشان المهرجان وكده، ولكن الخنازير بيضربوه بالسهم في رجله، وبعدها بيمسكوه وبيقطعوا ودنه وبياكلوها علشان فيها حته جرجوشه كده. وفي جسم الشرطه بيقول بيلي للضابط كارتر ان كل المخدرات دي تبقى بتاعته هو مش بتاعت زمايله، لان لو اتهم زمايله هتفصلوا من الكليه بتاعتهم. اما بيلي فابوه رجل اعمال معروف وهيقدر يخرج منها بكل سهوله، وكمان هو كان فاشل وما بيروحش الجامعه اصلا فمش فارق معاه. والضابط بتقتنع فعلا بالكلام ده، وبتسيب جوليان وجاس وليتا وكروز، وبيفضل بيلي في الحجز لوحده مع رينالد وواحد سكران كده وبيكون اسمه موس. وبيروحوا الشباب للفندق يقضوا فيه الليله. وفي الجسم كان رينالد بيكلم الضابط كارتر وبيقول له ان الرجاله بتوعه هيجوا وهيخلوا ليلتكم سودة اذا ما سبتنيش امشي. فكارتر بتقول له اسكت يا بغل، وبتدور على اسمه في سجلات الشرطه، وبتكتشف انه كان متهم في جريمه قتل. وبتقول له ده انت خلاص مش هتشوف الشمس تاني. لا لا لا، شمس ايه؟ ما تخليش الحماسه تاخد الجو كده، زمانهم رجالتي وصلوا وهيخرجوني من هنا. وفعلا بيوصل الخنازير الثلاثه المدينه وبيعملوا حيه ذكيه سيكي، بيوقعوا برج الاتصال بتاع المدينه، وبكده كل التليفونات ما بتبقاش فيها اي شبكه ومحدش يقدر يطلب المساعده. وبعدها بيطلعوا على شركه الكهرباء علشان يقدموا على وظيفه، فبيطلع لهم الحارس، ولكن بيحسبهم شويه عيال سكرانين من المهرجان، لكنهم بيمسكوه وبيربطوه وبيرفعوه على الكابلات اللي بتغذي المدينه وبيعملوا بيه قفله، وطبعا بيموت. والكهرباء بتتقطع عند المدينه كلها. بعد ما الكهرباء بتتقطع في الجسم، موسى اللي كان محبوس مع رينالد بيطلب من كارتر انه يطلعوا من هنا او تبعدوا عن الراجل المجنون دي، وفعلا بتطلعوا ده بسبب انه كان محبوس على حاجه بسيطه وهي انه شرب خمر في الشارع، فسكر وضايق الناس. وحتى الراجل اما خرج ما رضيش يسيبها لوحده لانه راجل صعيدي وشهم، وقال له هفضل معاك لحد اما الكهرباء تيجي او حد من الضباط يرجع من المهرجان. وفي الفندق كروس بتقرر انها تروح تجيب اكل لصاحبها بيلي اللي كان في الحجز، ولكن واحد من الخنازير بيجري عليها وبيشق بطنها وبيوكلها مصارينها حرفيا في مشهد مقرف، وبيقول لها كل يا بنتي ده مفيد للصحه. قالت له انا خلاص مت، هعمل ايه في صحتي؟ ها 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 ها. وفي الفندق جوليان بيقول لجاسو صاحب توليتي انه هيخرج ويشوف كروس وهيسيبوا لهم الاوضه براحتهم علشان يعملوا اللي هم عايزينه. وبيروح جوليان على القسم، لكن بيكتشف انه كروس ما جاش لبيلي ولا جابت له الاكل، فبيلي بيسال هي فين، وبيرد رينالد اكيد الخنازير اتعشوا بيها دلوقتي. وفي الفندق بيخبط واحد من الخنازير على جيس وبيفتح له جيس وبيزعق له، وكان فاكره كالعاده واحد من العيال بتوع المهرجان واللي كان سكران وجاي يستظرف عليه،
وبعدها بيخبطوا عليه تاني وبيخشوا عليه الأوضة وبيمسكوه وبيخطفوه، وبيكون في خنزير واحد موجود في الأوضة وبتكون ليتا في الحمام. فبتسمع اللي بيحصل وبتفك حديدة من الحمام وبتخبط بيها الخنزير دي، وبتلاقي سكينة على الأرض فبتطعنوا بيها وبتهرب من الفندق. وبياخد الخنزير جسمه وبيربطوه من رجليه وبيمسكوا شواكيش وبيكسروا رجليه الاتنين في مشهد مرعب، لدرجة ان رجلي انا وجعتني من المشهد دي. وفي الجسم بيجي واحد اسمه جيسون، وده بيكون جوز كارتر، واللي بيقول لها تعالي نتعشى بره. فبتقول له ما ينفعش امشي واسيب الناس دي، فبيقول له خلاص هروح اجيب لك العشاء واجي. وبعد ما بيمشي تسمع الضابط كارتر هي وموس وجوليان صوت عربية بره، فبيخرجوا يشوفوا في ايه، فبيلاقوا عربية الخنازير الصفراء اللي معاهم على طول دي، وبيرموا جيس اللي كان لسه عايش بس رجله بتكون متفجرة حرفيا. فبيزحف على الاسفلت علشان حد يساعده، ولكن ما بيلحقش والخنازير بتدوس بالعربية عليه. فبتخش الضابط كارتر الجسم وبتعمل حركة ذكية جدا، وهي انها بتخرج بيلي من الحجز وبتدي بيلي وجولي الاسلحة وحتى موس، وبتقول لهم لازم تساعدونا عشان نعرف نعدي من الليلة دي على خير. بعدها بتفتكر ان في مولد كهرباء موجود في المحل اللي قصادهم وفي راديو، فبتقول لجولي انه موس يحرسوا الجسم لحد لما هي تحاول تتواصل مع حد يساعدهم. وبعد ما بتمشي بتكون وصلت ليتا للجسم وبتدخل وهي مرعوبة بعد لما شافت جثة صاحبها جيس اللي اصحابه بيكونوا غطوه وحطوه قدام باب الجسم. وفي المحل بتوصل كارتر للمولد وبتشغله وبتكلم واحد على الراديو وبتحكي له اللي حصل وبتقول له يبلغ الشرطه. ولكن اول ما بيعرف انهم في مدينه فرليك بيفتكر ان ده حد من المهرجان وبيعمل في مقلب. بعد المولد بيفصل وما بتلحقش كارتر تقنع الغبي دي ان هم فعلا في مشكله، فبتخرج من المحل وبتروح الجسم، ولكن بيكون الخنازير حوالين المكان وبيراقبوها. وبيقرر بيلي يخرج يدور على صاحبته كروز، فجوليان بيخرج معاه وبيبداوا البحث بتاعهم لحد لما بيلاقوا جثتها فعلا وهي مذبوحه في الشارع. فبيلي بيقول لجوليان انه مش هيسيب اللي عمل فيها كده، وبيقول له انه لازم يشيل جثتها وما ينفعش يسيبها كده. لكن بيظهر خنزير قدامهم فبيطردوه بالاسلحه اللي معاهم، ولكن الخنزير ده كان بيسحبهم وراه علشان الخنازير التانيين ينطوا فوقيهم ويضربوهم على راسهم علشان لما يفوقوا يلاقوا نفسهم في ملعب كوره. وكان بيلي مدفون وراسه بس هي اللي ظاهره، وجوليان كان مربوط بسلسله، والخنزير كان راكب حصاله عشب وبدا يمشي في اتجاه بيلي اللي ما كانش قادر يتحرك خالص. فبيقول لجوليان ساعدني ارجوك، وجوليان بيحاول لكن بيفشل. والحصاده لما كانت بتجرب بيمشي وبيسيب بيلي اللي الخنزير فرم راسه بالحصاده. بعد لف وجت دور على جوليان اللي اتعذب اكتر لان جسمه كله اتفرم بالحصاده، وكان فاضل في الجسم ليتا وكارتر وموس مع رينارد اللي بدا يحاول يتكلم مع ليتا ويخليها تطلق سراحه، وفي المقابل هو مش هيعمل لها حي ومش هيخلي الناس بتوعه ياكلوها. وتقترح ليتا الفكره على الضابطه كارتر اللي بترفض طبعا. وبعد ما بتحس كارتر ان بيلي وجوليان اتاخروا بتقول لموس يركب عربيته وبيطلب المساعده، لكن الخنازير بتكون حاطه له سلك على الطريق، فلما بيمشي على الطريق بيدوس عليه والعربيه بتخرج بره الطريق. والخنازير بيمسكوا موس وبياخدوه للمحل اللي كان قصاد الجسم وبيحطوه جوه برميل بيولعوا تحته خشب وبيبداوا يطبخوه على نار هادي. فبتسمع الضابطه كارتر صوت صريخ موس وبتطلع علشان تساعده، لكن قبل ما تخش بوم المحل بينفجر وبتطير الضابطه كارتر وبتوقع على ظهرها. واثناء ما الضابطه كانت بره بيقنع رينالد ديتا انها تطلق سراحه وهو هيسيبها، وفعلا ليتا بتفتح له الزنزانه. ولكن رينالد اول ما بيطلع بيمسك سكينه وبيطلع عين ليتا الاثنين، فبتخرج ليتا من الجسم وهي عمي وبيخرج وراها رينالد. ولكن كارتر اول ما بتشوف المنظر دي تضرب نار على رينالد وبتدخله الزنزانه تاني وبتربط عين ليني. وبتقرر كارتر انها تطلع بنفسي علشان تطلب المساعده، ولكن بتلاقي عربيه جوزها جيسون واللي كان مربوط جوه العربيه في سكينه على بطنه مربوطه بالباب، واللي اول ما كارتر بتفتح بطن جيسون بتتشد نصين وبتشوف كارتر وهو بيموت ومش قادره تساعده. وبعد الخنازير بيهجموا عليه وبيضربوها لحد لما بيغموا عليه. وفي الجسم رينارد كان لوحده مع ليتي وقعد يقول لها ويتكلم معاها عن الطريقه اللي هيعذبوها به بعد ما يطلع من هنا. فمن الخوف بتخرج ليتا وهي مش شايفه حاجه قدامها وبتهرب من الجسم. وبعد ما بتخرج بيوصل الخنازير مع كارتر وبيطلعوا رينارد من الزنزانه وبيربطوا كارتر في الزنزانه مكانه. ورينارد بيقول لها انا دلوقتي رابط رجلك بالمسدس، اذا نزلت رجلي فالمسدس ده هيضرب نار على راسك، تقدر تعمل كده او تتعذبي او تموتي محروقه. وبكب رينالد بنزين في المكان كله وبيولع في الجسم وبيخرج هو والخنازير، ولان كارتر مستحملش فبتنزل رجليه. وبعد بشويه بيسمع رينالد صوت الطلقه وبيعرف ان كارتر قتلت نفسها بدل ما تتحرق لحد ما تموت. وبتكون ريتا ماشيه على الطريق وهي مش شايفه حاجه قدامها وبتسمع صوت عربيه وراها وبتفرح جدا ان في حد ينقذها، ولكن العربيه دي كانت بتاعت الخنازير. وبينزل منها الخنزير وبيركب ليتا جنب رينالد، ورينالد بيقول لها هلا بالغالي. واول ما بتسمع ليتا صوته بتصرخ من الرعب وهي عارفه العذاب اللي مستنيها مع رينالد والخنازير الثلاثه. وكده يكون فيلمنا خلص. لايك للفيلم لو عجبك، وصلي على النبي في الكومنتات، واشترك في قناه ملخصات فلامنكو علشان تصلي معانا على النبي وتشوف كل ملخصاتنا الجديده، واعمل متابعه على بيج الفيسبوك والانستي والتيك توك، وصلي على النبي.